سبحان الله، يوم المطعم يبغى يلبي لك الطلبات والاشياء اللي تبغيها غير والله. سمع المدير ان انا محتاج مطبق هامور، ما قصر، جزاه الله خير. قال الحين يسوي لك بالول ويسوي لك مطبق عليه. طبعا مش هامور، هو اخو الهامور، البالول اخو الهامور معروف طبعا عند الخليج. قلنا عبال ما يجهز نشرب لنا فنجان قهوة. جزاك الله خير، بيض الله وجهكم. اليوم غداي ان شاء الله بيكون في مطعم بيت ديكسون. مطعم بيت ديكسون من المطاعم اللي انا احبها وافضلها بصراحة. يعني عندنا فريج صويلح، عندنا بيت ديكسون. هذه الواجهة قبل لا تدخل. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ دقيقة بس راجع، بلف من هني برجع. هذا هني مسوي لك معارض مثل اكشاك، فيها كل المقتنيات القديمة. بصغر بس الكاميرا عشان يكون واضح. البهارات، بعض المعلبات، كل الادوات القديمة معروضة كسامبلز. فيها غرف خاصة للعائلات بس محدودة. هذا المطبخ. السلام عليكم. هذا هنا المطعم بشكل عام، والكاشير ماله تحفة، سواي مثل بوم محمل. هذا هنا الكاشير، الديزاين القديم، كل شيء قديم. هذا هنا الكاشير على محمل. وهني القعدة مثل بيت الشعر. هذا هنا بعد ما تتغدى تعال ابوي كند راسك بقهوة وشاي. وهذا هني المنيو. خلنا نشوف الاشياء اللي موجودة عندهم واسعارها. مشاوي، برياني، هاي طبعا الصيانة الكبيرة، الصواني، هذه الصواني الكبيرة مزوم. وهذا هني بعد صواني حق الجماعة أصحاب العزايم. الشوربات، ربيان وعدس ودياي، نطلب ربيان. وهذه السلطات بانواعها، والمزات، المقبلات. هذا هني بعد سلطات ثانية، جرجير وروب خيار وروب سادة. الله، الأطباق الكويتية. هني اللعبة، هني اللعبة. طبعا من المقبلات الأساسية عندهم هذا المعبوج النوعين والمخلل. الأطباق الكويتية، خلونا مركزين على الأطباق الكويتية والأسعار اللي موجودة عندهم. كل واحد عنده حرية الاختيار. تبغي تقارن أسعارك بأسعار أماكن ثانية. هذا هني الحمسات، الحمسات موجودة، والمرق بأنواعه. والله المنيو راهي اللي عندهم. المقبلات الساخنة وأسعارها. وهذه المقبلات الساخنة، يا هالو يحبون البطاط. وهذه المشاوي كاملة. والله مثل ما قلنا المنيو عندهم راهي ما شاء الله. هذا أصناف جانبية، بلاليط، عيش ديكسون، عيش مكبوس، عيش مشخول سادة، عيش مطبق، عيش مموش، مرق، أطباق جانبية. حلو، كيكة زعفران، كيكة تمر، كرك كيك، كنافة جبن، قيمات، محلبية، محلبية زعفران، والعصاير. خلنا نجرب الأكل اليوم. بنطلب مكبوس لحم مع شوربة ربيان.
وهذا بيت ديكسون. سبحان الله، يوم المطعم يبغى يلبي لك الطلبات والاشياء اللي تبغيها غير والله. سمع المدير اننا محتاج مطبق هامور ما قصر، جزاه الله خير. قال الحين يسوي لك بالول ويسوي لك مطبق عليه. طبعا مش هامور، هو اخو الهامور، البالول اخو الهامور معروف طبعا عند الخليج. قلنا عبال ما يجهز نشرب لنا فنجان قهوة. جزاك الله خير، بيض الله وجهكم. هذا هنا الدلع. هذا مثل ما قلنا نحن بيت ديكسون، هو الوحيد بالكويت، ما في فرع ثاني له. موجود بالسالمية خلف البوليفارد وخلف مارينا مول. هذا موقعهم على امتداد شارع قطر، امتداد شارع حمد المبارك. صح كلامي؟ ايه اوكي، قطعة 7 خلاص. وبالجوجل ماب موجود بيت ديكسون. هذه هني شوربة الربيان. طبعا الربيان مش كامل، الربيان مبشور ومدقوق شوي. بصراحة شوربتهم لذيذة، والربيان اللي فيها راهي، يعني الكمية راهية. هذا المزات الشعبية، هذه المزات الشعبية. هذا هني المطبق، مطبق بالول اخو الهامور. هذا هني يجيك بهذه الطريقة، تسكيرته ماعون قديم، تغرف بصحنك بالعافية. عشان تاخذ فكرة كمية العيش الراهية اللي موجودة عندهم والإدام، أنا غرفت النص تقريبا. بعدها هذا الإدام موجود والحشوة موجودة. هذا الصحن شوف ما شاء الله، شوف الكمية، كمية راهية حطيت بالصحن. بعد تام تقريبا أكثر من الربع، بين النص والربع، كمية راهية من العيش والإدام. الإدام يعني البلح، يعني السمك أو اللحم أو الدياي.